حصل حاجة وحشة أوي يا جماعة. السوق بتاع الحيوانات اتحرق. حصل حريق في السوق بتاع الحيوانات. السوق اللي أنا مع مامي بحب بنحب نروح ويعني نتفرج على الحيوانات، نشتري طيور، نشتري قطط من السوق ده. الحريقة حرقت السوق بالليل، والطيور والقطط وكل اللي هم كانوا في القفص دول يعني مش عايز اقول لكم ايه اللي حصل لهم يا جماعه، عشان ده يعني حاجه وحشه قوي. الحيوانات ما تعرفش يعني ما عرفتش يعني تهرب نفسها. عشان ايه؟ عشان موجوده في القفص، فهتهرب ازاي؟ يعني ده يعني حاجه وحشه قوي اللي حصلت في السوق ده يا جماعه. وانا النهارده هاجي يعني عايز اشوف انا برضو ان ايه اللي حصل في السوق ده دلوقتي، وبقى شكله ايه دلوقتي من جوه. الحريقة حصلت الساعة 4 بالليل يعني. الحريقة دي جت من الكهرباء عملت قنبلة. تقريبا الموتور بتاع الكهرباء عمل تكهرب مع بعض، ويعني انفجر يعني. ودلوقتي قربت اوصل للمكان اللي هو حصل فيه الحريقة. وانا زعلان قوي يا جماعة من الحدث اللي حصل للسوق بتاع الحيوانات. ودلوقتي وصلت خلاص. اوكي، دلوقتي وصلت خلاص. اهو ده المكان اللي هو اتحرق. الناحية دي لسه مفيش حاجة حصلت، لكن بدأت من هنا. بصوا، ياه، ده ما كانش الشكل ده كده خالص. كل السوق الحتت دي كلها يعني اتحرقت ووقعت كلها. ياه. عايز اقول لكم هنا يا جماعة، لو مش قادرين تقدروا تقفلوا الكليب من الحتة دي، عشان ممكن يعني نلاقي حاجات يعني ميتة يعني، ولا ايه يعني اللي هي جت فيها النار وكده. فلو مش قادرين تقدروا تقفلوا من الحتة دي على طول يا جماعة. انا عندي ذكريات حلوة قوي كتيرة قوي يا جماعة في السوق ده. وفي نفس الوقت كمان مامي، عشان احنا بنحب نشتري الطيور والقطط من هنا. انا بشتري الطيور من المحل ده كتير قوي. ياه، بص دلوقتي بقى حصل ايه اللي حصل. في الاخبار بيقولوا ان هم يعني في بعض الحيوانات اللي هم قدروا ينقذوها، وفي بعض الحيوانات ما قدروش ينقذوها عشان المحل كان مقفول، وفي نفس الوقت كمان في المنطقة كان فيها النار. يعني كتير قوي من الحيوانات اللي هي يعني ماتت من الحريقة دي. كتير قوي. في قطط، وفي كلاب، وفي طيور، وقرد، وسنجاب، وحاجات كتيرة قوي يا جماعة. يعني حاجة يعني تزعل قوي، عشان الحيوانات دي ولا عارفين يهربوا اصلا، مش عارفين يروحوا فين يعني. ماتوا في القفص على طول من النار. ريحة الحريقة يعني، انا شامم ريحة الحريقة من جوه، يعني ريحة الحريقة صعبة قوي. حوالين السوق دلوقتي بقى فيه بوليس وفي شرطة كتير قوي، قاعدين يعني وواقفين ويعني بيشوفوا الامر يعني حصل من ايه. وشايف كمان يا جماعة ان هو في فاير مان، اللي هي الناس اللي هي بتطفي الحريقة. زي ما انتوا شايفين كده في بعض الحاجات اللي ميتة، بص في القفص لسه فيه. ده ده الطيور ده، دي طيور. انا مش انا عارف يعني، حاسس ان هي النوع بتاع سان قنور. سان قنور. بص هناك في كوكتيل كمان. يا بصوا هنا في كمان اهو، بقى لون اسود قوي. انا مش عارف ده نوع ايه، بس دي حاجة توجع القلب قوي يا جماعة للناس اللي هي بتحب تربي الطيور وبتربي الحيوانات التانية. دي بقى الحاجات اللي هي الناس مقدمينها للحيوانات اللي هي ماتت يعني. في السوق ده دلوقتي عايزين يعملوا يعني امان اللي هو احلى من كده، عشان ده يعني اما حصل مفيش حد قدر يعني يساعدهم خالص، ولا يقدر يعمل اي حاجة. بعد ما الناس اللي هي بتطفي النار جت عشان تطفي النار وكده،
بقى خلاص بقى كله بقى مات كتير اصلا من الحيوانات. كنت عايز اقول لكم هنا ان انا كان عندي طيور كتيره، وعندي يعني حيوانات كتيره زي القطه اللي هي في الكليب دي انا مشتريها من السوق اللي انا وريته لكم دلوقتي اهو. ده القطه اللي انا جبتها من السوق بس من فتره كبيره. دي القطه اللي مامي جابتها هديه لنينج في العيد ميلاد بتاعي، ودي كانت من السوق اللي اتحرق اللي انا وريته لكم. بعد كده بقى انا كنت عايز اخلي ان السوق ده يعني يزود الامان، يخلي الامان يعني اكتر من كده، وهو ده اللي هيحصل عشان في ناس كتيرة قوي راحت وطلبت على زيادة الامان اكتر من كده.มันใหญ่อะไรประมาณนี้อุ้ยนี่มันลมมัน